هلو، يا رب كلكم تكونوا كويسين. لو انا عايزه احقق النجاح عموما في حياتي، سواء حياتي العمليه او حياتي الشخصيه، اعمل ده ازاي؟ قبل ما نعرف احنا المفروض نعمل ده ازاي، في خطوات هتحتاجوا ان انتوا تدخلوها في يومكم، وممكن تدخلوها خطوه بخطوه، مش لازم كل حاجه مره واحده. طيب، الحاجات اللي هنحافظ عليها في يومنا، اول حاجه وهي ان انت تحاول تصحى بدري لو قدرت قبل شروق الشمس. تاني حاجة، خلي وقت محدد في يومك تفتح فيه السوشيال ميديا. ما تخليش الموضوع ان انت طول اليوم ماسك الموبايل وعمال تسكرول في السوشيال ميديا. حدد وقت معين في يومك وما يكونش كبير، ده اللي انت تقدر ان انت تفتح فيه السوشيال ميديا. تالت حاجة، ان انت تحافظ على ان انت تشرب من 2 ل 3 لتر مية كل يوم. رابع حاجة، ان انت تحافظ على ان ساعات نومك ما تكونش اقل من 6 ساعات، والافضل من 6 ل 8 ساعات. خامس حاجة وهي ان انت تقلل اكل السكريات بشكل عام، لان زيادة السكر بيخلينا مش مركزين في يومنا وبيخلي عندنا نشاط اقل. وحاجة كمان ان انت تقلل اكل اللحوم المصنعة او اي اكل فاست فود عموما. سادس حاجة وهي ان انت تحافظ على الرياضة في يومك، حتى لو كنت هتعملها مجرد ربع ساعة بس. سابع حاجة وهو ان انت اعمل عمل خير بسيط جدا كل يوم، حتى لو كانت كلمة كويسة لحد او ان انت تصدقت او اي حاجة بسيطة كل يوم. طيب، بعد ما انت تكون حافظت على ان انت تعمل الحاجات دي في يومك الطبيعي، تعالى اقولك على السر اللي هيوديك للنجاح اللي انت عايز توصل. اول خطوة وهي ان انت تحدد اهداف ذكية. يعني ايه ذكية؟ يعني تكون مناسبة ليا ومناسبة للحاجات اللي انا اقدر احققها، ما تكونش اعلى قوي من قدراتي واستغرب هي ليه انا محققتهاش. غير كده لازم تكون اهدافك قادر ان انت تقيسها. يعني انت لما يعدي فترة، سواء اسبوع، شهر، شهرين، تقدر ان انت تقول انا وصلت فعلا لجزء من الهدف اللي انا عملته ده، او لا انا ما وصلتش. ما ينفعش ان انت تسيب اهدافك عشوائية قوي، ولا عارف تقيسها ولا عارف انت وصلت لايه، لان ده هيخليك مشتت وتحس ان انت فشلت من اول خطوة. تاني حاجة وهي ان انت لازم تلتزم بمجهودك ناحية الهدف ده. يعني ما ينفعش تيجي بعد كام خطوة انت عملتها تقوم واقف في النص وتقول لا انا مش قادر اكمل، او لا انا تعبت، او لا الموضوع بقى صعب، وتبدا ان انت تطلع حجج لنفسك علشان توضح لنفسك ان انت المفروض توقف وما تكملش ناحيه هدفك. طب ما انت في الاخر انت اللي هتحس بالعجز، وانت اللي هتحس ان انت قصرت، وانت اللي مش هتكون مبسوط لان انت ما وصلتش اللي انت عايزه. فلازم تبقى فاهم ان هي رحله، بس رحله فيها التزام، رحله فيها صعوبات، بس انا هلتزم بناحيه الواجب بتاعي ان انا افضل مستمره على اللي انا فيه، مهما الدنيا بقت صعبه ومهما الدنيا بقت فيها مشاكل كتير. لان اوقات كتير قوي احنا لما ما بنعرفش نوصل للحاجه من كتر صعوبتها، نقعد نقول لنفسنا حجج علشان نريح نفسنا احنا ليه ما عملناهاش، مع ان انت لو كنت استحملت شويه او جربت ان انت تتعامل مع الموضوع بشكل مختلف، كنت هتكمل عادي وهتعدي الصعوبات دي. بس احنا اللي ساعات بنختار ان احنا نريح نفسنا ونقعد نقول لنفسنا حجج علشان ما نتضايقش ان احنا ليه ما وصلناش للهدف ده. تالت حاجه ودي مهمه جدا، وانت ماشي في طريقك ناحيه الاهداف بتاعتك، افهم ان ده مشوار طويل، مشوار فيه طلوع ونزول، مشوار وارد ان انت تلاقي فيه حاجات انت عمرك ما كنت تتخيل ان انت تمر بيها اصلا، عمرك ما كنت تتخيل ان انت تتعرض لها. وتكون حاطط في دماغك ان التجربة دي مهما كان فيها من صعوبات وحاجات انا لسه اول مرة اتعامل معاها، لا انا هخرج من التجربة دي بحاجات جديدة تفيدني في حياتي بعدين. يعني مش اول ما تواجهك صعوبات تقول ايه ده، لا انا المفروض اوقف، انا مش هعرف اعمل كده، ليه يا ربي بيجيلي حاجة زي كده. لا، انت تبقى عارف ان ده اختبار من ربنا عشان عايز يعلمك حاجة تانية. فافهم ان انت ده هتواجهه في الطريق، ده طبيعي، وان انت لو استحملت وواجهت الموضوع بشكل فيه ناحية من ان لا انا هتعلم، حتى مهما كان الموضوع صعب فانا هطلع بتعلم منه، صدقني هتلاقي ان انت اكتسبت خبرة كبيرة جدا في خلال الرحلة دي. رابع حاجة وهي ان انت خلي تفكيرك ايجابي. انا كنت اتكلمت باستفاضة عن موضوع التفكير الايجابي في الفيديو اللي قبل كده، لو حابين تشوفوه. بس هو باختصار ان انت ما تحاولش على قد ما تقدر غير ان انت تفكيرك يكون فيه تفاؤل، ان كل اللي جاي من ربنا هيكون كويس، ان حتى لو في حاجات صعبة فانا ابص للحاجات الحلوة اللي في الصعب ده واتعلم منها واستفيد بيها، وابعد على قد ما اقدر عن اي كلام سلبي ممكن يجي في تفكيري هيسبب ان هو يعوقني عن ان انا اتقدم لقدام. خامس حاجة وهي ان انت ابعد عن اي مشتتات ممكن تعطلك على ان انت توصل للهدف ده. يعني لو انت عشان توصل للهدف ده محتاج ان انت تقعد في البيت مثلا اسبوع كامل من غير ما تخرج، من غير ما تعمل اي حاجة،
ما ينفعش ان انت تقوم في نص الاسبوع حد يكلمك يقولك يلا نخرج او يلا نروح المكان الفلاني، تقوم سايب اللي انت بتعمله وتقول انا محتاجه ارفه عن نفسي فاخرج واعمل. لا، انت كده اتشتت. هتلاقي ان انت لما ترجع تركيزك مش هيكون قوي قوي، هتلاقي رغبتك في ان انت تكمل قلت، وبالتالي مش هتوصل للي انت عايزه. ممكن المشتتات في ان انت مثلا عايز ان انت تركز لمده 3 او 4 ساعات في حاجه معينه، بس انت كل شويه ماسك الموبايل بتاعك وعمال تسكرول او عمال ترد على حد على الشات او عمال تعمل اي حاجه عليه. طب ما كل ده تشتيت ليك. انت بتبقى متخيل لا ده عادي، ده دقيقه دقيقتين، بس هي ما بتكونش ولا دقيقه ولا دقيقتين، وبتلاقي نفسك فقدت التركيز اساسا. فحاول على قد ما تقدر ان انت تبعد عن اي مشتتات، لان انك توصل للنجاح او توصل لهدف معين انت عايزه دي محتاجه تركيز كبير جدا، ومحتاجه ان انت تتنازل عن الحاجات الرفاهيات لفتره من الوقت. السادس واخر حاجه وهي ان انت حاوط نفسك بالناس اللي بيحبوك وبيدعموك، واي دايره مش بتدعمك ابعد عنها تماما. طبعا خلينا متفقين ان انت كده كده الدعم الاول والاساسي بيكون من نفسك. يعني انت تبقى برضو عارف ان انا لو مفيش اي حد خالص بيدعمني، لا انا لازم انا اركز مع نفسي وادعمها واقدر كل مجهود انا بعمله. بس برضو فكرة ان حواليا ناس تكون بتدعمني دي بتساعدك شوية في الرحلة. فدايما حاوط نفسك باللي بيحبوك، حاوط نفسك بالناس اللي فعلا بيهتموا بيك وبيقدروا المجهود اللي انت بتبذله. واوعى تحوط نفسك بناس بتقلل من مجهودك او ناس تقولك ان اللي انت بتعمله ده نتيجته مش هتكون كويسة او تقعد تحبط فيك، لان هتلاقي نفسك ان انت هتتأثر بيهم وبالتالي مش هتوصل للي انت عايزه. دول اصلا ما ينفعش يكونوا ناس من الدايرة القريبة منك. وحاجة أخيرة عايزة أقولها إن النجاح رحلة صعبة وطويلة، بس صدقوني نتيجتها تستاهل، وهتكونوا ساعتها مبسوطين وفرحانين ومرتاحين لنفسكم. أشوفكم يوم تاني إن شاء الله.